ومن جديد على السريع معانا جي تي اس موديل جديد. الموديل دوت فكرني بالموديل الهتاشي اللي انا عملته في اول ما عملت قناه اليوتيوب. موديل الهتاشي دوت، الموديل ده متقارب، بيفكرني موديلات الفليبس، الفانوسونيك، الجماعه الحلاقين بتوع زمان فاكرين المكن دوت. المكن ده مكن مميز، مكن ليه استخداماته مهني وهو اصلا نازل للاستخدامات الشخصيه. الجي تي اس دي موديل 66 19. فعشان ما اطولش عليكم نخش على عرض فيديو على طول، ويلا بينا يلا بينا يلا بينا. صحيح نقفله الحكاوة. ورجعنا لكم من جديد في عرض جي تي اس موديل 66 19، وهنعمل انبوكسنج ليها. مواصفات العبوه مباشره عليها: بتشحن في 3 ساعات ل 4 ساعات، بتشتغل متواصل 180 دقيقه، البطاريه بتاعتها ليثيوم ايون 2000 ملي امبير. دي مواصفات العبوه. للاسف انا ما لقيتهاش انبوكسنج كتير، فانا هوري لكم مع بعض عبوه البيع. ميزه المكنه دي واجمل حاجه فيها مجرد ما احنا نفتح العبوه زي ما احنا شايفين القعده بتاعتها دي اجمل حاجه حقيقي انا بتريحني في المكن ده. وادي الشاحن بتاعها. الشاحن بتاعها للاسف مش نازل تايب سي. دي بتشتغل زي ما انا بنبه كل مره 5 فولت. ترانسات واطيه الفولتيه مش عاليه عشان تقدر تحافظ على البطاريه. نازل معاها 4 درجات، 4 درجات بلاستيك. هي عشان دي ثمنها زي ما احنا قلنا منخفض التكاليف، اقل من 1500 جنيه. فالخامات بتاعتها الربر بتاعتها مش اللي هو البريفكت قوي، بس هي مكن ممتاز. الخامه بتاعتها خامه شغاله، مش هتقول لك لا. بص سامعين صوتها. المكنه دي بتختلف في ايه هقول لكم دلوقتي. نازل معاها عبوه الزيت والاربع تمشاط. وادي المكنه الجميله بتاعتنا اهي. هنا بقى الامشاط دي تختلف في ايه، لان الامشاط دي مش كليبس ولا يصلح عليها امشاط كليبس او سوسته. دي نازله امشاط مجرى، فدي اللي يصلح عليها. وبالذات للاخوه المهنيين لو يفتكروا معايا المكن المزر. المكن المزر ده الوحيد اللي كان نازل بالامشاط بتاعته مجرى. كده المكنه اشتغلت، فيها عداد، فيها انديكيتور. اللي فوق ده سرعه، لا اللي فوق ده درجات. ده الزرار ده بيديك درجات. فاصبحت هي كده بالدرجات دي كده اصبحت ممتازه للنظافه الشخصيه. في نفس الوقت انت معاك مكنه فخمه بتحطها على القاعده بتاعتها اهي، تحطها على القاعده بتاعتها، تحطها على مرايه الحمام، تحطها على السيرفيس بتاعك. مكنه فخمه وسلسه في الشحن، مع ان هي المفروض فتره الشحن والشغل بتاعتها فترة طويلة. فهي تصلح للمبتدئين، بس هي أنا شايفها صراحة من وجهة نظري أنا شايفها تصلح للاستخدامات الشخصية، للهدايا أكتر من هي تصلح للاستخدامات المهنية. بس هي مكنة السلاح بتاعها ده سلاح جديد. ضغطة هنا صغيرة تفك معاك السلاح. أنا شايف بقى الجميل هنا والجديد، وده لأول مرة يوصلني وأشوفه، السلاح القاطع اللي بيتحرك سلاح بلاستيك. ده أنا دايما بشوفه على اليوتيوب، بشوفه على أمازون أمريكا، بس أنا أول مرة يوصل لي في مكنة. فنتمنى إن هو يطلع سلاح قاطع مميز. والسلاح بتاعها سلاح ذهبي شكله فخم اهو. تكه تاني تركب في المجرى بتاعتها تاني اهي، تشتغل بسهوله. مكنه ناعمه كده. الدرجات بتاعتها هنا ده في نقطه امان هنا اهوت عشان ما ينزلش معاك السلاح بسهوله. تضغط عليه تنزل لتحت على طول مباشره، تديك درجه 2 3. فدي تصلح للاستخدامات الشخصيه 100%. تصلح للناس الدقيقه اللي بتقدر تدرج دقنها في البيت، تديك درجات مع الامشاط المستخدمه. فانا شايفها مكنه محترمه. ويا ترى مين وصل معايا لغايه هنا؟ اتمنى اللي وصل معايا لغايه هنا يشرفني برده في التعليقات ويقول لي ايه رايه في الفيديوهات اللي انا بعرضها له باستمرار، هل بيستفاد معانا ولا لا. واللي وصل معايا لغايه هنا انتوا احسن ناس. كل الشكر لأولاد سالم مستحضرات التجميل بورسعيد. المكنه بيتعهد ان هو يشحنها لكم داخل جمهوريه مصر العربيه باقل تكلفه، سواء للجمله او للتجزئه. اي معدات تخص ماكينات الحلاقه داخل جمهوريه مصر العربيه. واقول لكم نلتقي من جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.